سالت دماء النبي صلى الله عليه وسلم، تألم وجرح ومات أصحابه، كل ذلك عندما يموت النبي صلى الله عليه وسلم يلخص لنا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. من لا تصلي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاة، لكن الذي عنده تقصير في الصلاة أسأله وأقول: تخيل نفسك يوم القيامة وقد بلغ بك التعب منتهاه، وقد بلغ بك الظمأ مداه. تخيل نفسك وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف عند الحوض، ذلك الحوض العظيم الذي ماؤه أحلى من العسل، وعدد آنيته أكثر من نجوم السماء، ماؤه بارد، ماؤه لذيذ، وأنت قد بلغ بك العطش. تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد منه أن يسقيك، ولكن سيذاد ويحال بينك وبينه. لماذا؟ لأن الأبعد لم يكن من أهل الصلاة. الصلاة أيها الأحبة الركن الثاني من أركان الإسلام، ولا تسقط عن أحد بحال. الآمن يصلي، الخائف يصلي، المريض يصلي، الصحيح يصلي، وأنت على ظهرك تصلي، وأنت في كل أحوالك تصلي، بل تصلي بطرفك، بل تصلي بقلبك، بل تصلي بإصبعك. ما تسقط الصلاة في أي حال من الأحوال. ما هو عذر الذي لا يصلي؟ ما هو العذر؟ مشغول؟ طب اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها أي الصلاة كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. اسمع ماذا يقول شراح الحديث، يقولون: من شغله المال عن الصلاة كان مع قارون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. لماذا هذه الأسماء الأربعة؟ قال: من شغله المال كان مع قارون، من شغله الملك كان مع فرعون، من شغلته الوزارة والمنصب كان مع هامان، ومن شغلته التجارة كان مع أبي بن خلف، ومن شغلته الصلاة كان مع الله. فماذا تريد؟ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة، فإن نجح في هذا الاختبار سينجح بإذن الله فيما بعده، وإن فشل فيه فلا حول ولا قوة إلا بالله، سيكون ما بعده أسوأ وأسوأ وأسوأ. تجد شخص في غاية الأدب والاحترام والأخلاق لكنه ما يصلي، والغريب أنه ما يجد مشكلة في أنه ما يصلي. هذا الغريب. بعض الناس يمر على الظهر ما يصلي عادي، العصر ما يصلي عادي، المغرب، العشاء، ثاني يوم، ثالث. طب وبعدين؟ عبادة لا يمكن أن تسقط أيها الأحبة. لا يقول أحد أنا من أهل الصدقات، يا أخي أنا أخلاقي عالية، أنا ما أؤذي أحد. بعض الناس يقول لك: يا أخي أنا ما أؤذي أحد. الله ماذا يريد من الإنسان؟ يرضاني يا أخي، أنا ما أؤذي أحد، أنا ما أظلم أحد، أنا ما أكل مال أحد. ماشي، بس الصلاة أهم. كل هذا اللي أنت ذكرتها مهمة، لكن الصلاة أهم. الصلاة هي أول شيء ستحاسب عليه وأحاسب عليه أنا. لا تنظر إلى أي عبادة أخرى عندك، لا تقول أخلاقي عالية، لا تقول أنا بار بوالدي، لا تقول عندي صدقات، لا تقول أي شيء من ذلك. أول شيء انظر هل أنت تصلي، فإن كنت من أهل الصلاة فأبشر إن شاء الله أنك على خير، وإن كان عندك تقصير فيها فأرجوك أعد حساباتك. ترك الصلاة متعمدا برئت منه ذمة الله ورسوله. تتخيل هذا الأمر؟ برئت منه ذمة الله ورسوله. إذا دخل أهل النار إلى تلك الدار، نعوذ بالله من سوء القرار، سيسألون: ما سلككم في سقر؟ ما الذي أتى بكم إلى هذا المكان؟ ما الذي أدخلكم إلى غضب الله وسخطه؟ سيجيبون ويقولون: لم نك من المصلين.